صباح الخير عليكم، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. رجعت لكم من بعد مده طويله، وشحال وانا غايبه على القناه غبت عليكم بزاف هاد المره، ولكن كانت عندي ظروف. الحمد لله على كل حال. كانت عندي شي ظروف شويه قاصحه، ولكن الحمد لله كلشي كيفوت. ولينا الصبر. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا والفيديو ديالنا، خلينا من الطاقه السلبيه ومن شي حاجه اللي ما زويناش. هذا واحد الميني فلوغ شاركت معكم فيه واحد شويه ديال الروتين، وقبلوا عليا حيت انا ما عنديش مع هذا الشيء ديال نصور بحال هكا روتين. داكشي خفيف ظريف بالزربه وصافي، غير كانت الدار مسدوده في البرد والشتاء وداكشي ما كنحلش السراجم بزاف. منين بانت لي الشميشه قلت راه نشمش، وقلت نشارك معكم بحال هادشي اللي كندير ديما، اللي كيديروا كاع الناس كيخملوا يحيدوا الغبره كيجفوا. كتحسوا بواحد الراحه نفسيه ملي كديروا بحال هاد الحركات. المهم راكم عارفين علاش كنهضر. وشاركت معكم البنات واحد الوصفه ديال الشعر راه زوينه البنات اللي كيطيح لهم الشعر. خليكم على فيديو راه فيها بزاف ديال المفاجات، واخا ما كبيره ما طويلاش بزاف، سمحوا لي كنت غنقول لكم ما كبيراش. انا ما كيعجبنيش ندير لا فيديو طويله باش تجيكم ممله، حيت انا ما كيعجبنيش الفيديو تكون طويله نتفرج فيها. انا من النوع اللي كيعجبني داكشي يكون خفيف ظريف وما يكونش ثقيل على القلب. شاركت معكم واحد الوصفه، وشاركت معكم واحد الوصفه واحده اخرى ديال واحد الميني باغيت، راه ديجا درتها في القناه، غير دابا درتها كنت صيبتهم بالكفته، دابا درتهم بالطون. صدقوني كيجيو بنان. اللي عندها وليداتها ما تياكلوش وما عزيزش عليهم الماكله ولا كتبزي عليهم، فهاد الوصفه هادي كتدخلي لهم الخضره كياكلوها، وكتدخلي لهم عرفتو بالطون يا البنات، كتجي بحال لا صيبتهم بالكروفيت، والله كيجي فيهم واحد المذاق بنين. ودابا سيدنا رمضان راه على الابواب ان شاء الله، غادي نحتاجوا وصفات بحال هكا، حيت كل نهار خاصنا نديرو وصفه جديده، كنبغيو نبدلو كنبغيو ننوعو. المهم كما قلت لكم قبلوا عليا على هاد ميني فلوغ ديال التخمال وهذا الشيء، مع كنقز من هنا لهنا. ما موالفاش كنصور بحال هاد لي فيديو، صورته خفيف ظريف وريتكم كيفاش. شاركت معكم واحد شويه من داكشي اللي كنديرو صافي. هنايا ساليت جفيفه، حيدت هذوك الموكيطات، شطبت تحت منهم، حيدت الغبره، دوزت جفيفه نقيه بساني كروا وجافيل. وهنايا رديت كل حاجه لبلاصتها، وريتكم زعما ديك الراحه النفسيه اللي كنحسوا بها ملي كنحسوا بالدار راها نقيه وتخملات وتحيدت الغبره. وهذا ما كان عزيزتي. مهم هنا كما قلت لكم، هذه الوصفه اللي قلت لكم البنات ديال الشعر، فيها الخزامه وفيها القرنفل والورد وازير. راها زوينه بزاف هذه البنات اللي كيطيح لهم الشعر. كتاخذوا هاد المكونات، لا بغيتو تزيدوا عليهم شي حاجه علاش لا، المهم انا كانوا متوفرين عندي هادو، دابا بعدا هادو مهمين. كاين اللي كيزيد عليهم الحبه السوداء، ورق سيدنا موسى. المهم اي حاجه طبيعيه راها زوينه للشعر كيف ما بغات تكون. كتاخذوهم كنديرهم في كاسرونه، كنغليهم مع شويه ديال الماء، ومين با واحد 10 دقائق ماشي بزاف، غير يطلقوا داك الاخر ديالهم كما كتشوفوا الماء ولا صفر، تلقوا فيه ديك النسمه ديالهم. كناخذهم كنصفيوهم، كنديرهم في واحد القريعه اللي هي صغيره بحال الرشاشه، ديك البخاخ الصغير. كما شفتوا اللقطه مشات ليا، راني صورتها ولكن مشات ليا اللقطه ما تصورتش مزيان. وكنبقاو نرشوا شعرنا ونشقوه مزيان، ونديروا واحد 5 دقائق ديال الماساج ملي كنفزقوه مزيان. بهذا الشيء كنديروها 2 مرات حتى 3 على الاقل في السيمانه، راه كتحبس الطياح ديال الشعر البنات، سورتو ازير. مهم جدا يكون في هذه الوصفه. وهنايا كما قلت لكم شاركت معكم هاد لي ميني باغيت، راه ديجا حطيتهم في القناه. هاد المره علاش عاود شاركتهم معكم؟ حيت درتهم كما قلت لكم بالطون وكيجيو بنان. الا جربتوهم، انا ما بديتش معكم الطريقه من الاول، لان باش ما تجينيش لا فيديو طويله، وديجا شاركتها معكم. كناخذوا 2 كريعه كورجيت، كناخذوا واحد خيزويه، كنحكهم، وهنا زدت معاهم واحد ليشو. انا غادي نوريكم في المقله شويه زعما كنقربها لكم باش تشوفوا. خديتها البنات واحد بحال الكرم هذاك الموف، ماشي الخضر، حتى هو قطعت منه. المهم اي حاجه ديال الخضره كتجي زوينه. كتقطعوهم رقيقين، كتشحروهم واحد 10 دقائق فوق البوطه حتى كيهبطوا كيشربوا مزيان. نديروا شويه الزيت مليحه، شويه البزار، شويه ديال سكينجبير صافي، وكنشحروا داكشي مزيان وشويه الربيع حتى كيهبط، وكنطفيو عليه البوطه نخليوه تيبرد، وكنزيدوا عليه حك ديال الطون ولا جوج، ولا على حساب نتوما شحال غادي تصوبوا ديال الفطائر ديالكم. وكنقطعوهم صغيورين. وهنا البنات علاش انا كنستعمل الدلاك؟ لان كيخلي داك الوجه ديال الميني باغيت ديالي كيجي زوين، ما كيجيش مخسر زعما الا قرصناه بيدينا وداكشي، فهمتوني؟ هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه كيرقق العجينه باش كيجي داك السمك ديالها، ما كتجيش غليظه ملي كناخذوها ناكلوها،
ما كتحسوش نهائيا بانكم كتاكلوا داكشي مصاوب من الطحين ولا من العجينه. كتجي ديك الورقه رقيقه وهشيشه. جربوهم وغادي تيقوني وتفهموني علاش كنهضر وتردوا عليا. جربوهم. داكشي علاش كندير دلاك، ملي كدلكي بيدك تيبقى داك الوجه ديالهم طراسين فيه صباعنا وداكشي. وهذا ما كان. ها كنوريكم الطريقه. هاد المره بدلت شويه، ديك المره كنت صوبتهم بطريقه اخرى، وديك المره كنت درت الفرماج اللي هو ما درتوش ما متوفرش عندي صافي. وماشي ضروري كما قلت لكم بالطون كيجيو بنان. عرفتوا ملي كيبردوا كتاكلهم بحال فيهم الكروفيت مع ديك الخضره، كتجي ديك النسمه ديال الحوت كتجي زوينه. المهم كيجيو بنان. وحتى الوليدات كيعجبهم كما قلت لكم ملي كياكلوا ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، ما كيبغيوش ياكلوا شحال من حاجه. راكم عارفين الوليدات ديال هذا الوقت كلهم تيتشابوا سبحان الله العظيم، ما تيبغوش ياكلوا بز منهم. خصهم ياكلوا شي حاجه اللي مفشين، شي حاجه اللي في شي شكال، شي حاجه ديال سقاطه، شي حاجه. وهنايا شاركت معكم الطريقه. انا كنحاول ما امكن باش زعما تشوفوا باش تعقلوا. واخا راه ما طولتش الفيديو بزاف. وغادي نسالي غنستفهم في اللاطه ديالي ديال الفران كما كتشوفوا. ودهنتهم بصفر بيضه، واحد الصفر ديال البيضه كنطربو مزيان وكندوزو عليهم كاملين. وهنا كان عندي الزنجلان البيض متوفر كنديرو عليهم من الفوق، كندردرو عليهم من الفوق وندخلهم الفران. ومني غادي يطيبون غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وخليكم معايا كما قلت لكم لا فيديو راه غادي نوريكم. ديتكم معايا عند واحد مول المحل اللي كيبيع الزرابي، انتم غادي تشوفوه معايا في الاخر. ها هما طابو، شفتوا الشكل ديالهم كي كيجيو. ما تخليهمش يتحمروا بزاف. كنشعلوا الفران عادي الفوق والتحت. انا كنشعلوا الفوق والتحت ديال الضوء ماشي ديال الغاز، وحتى ديال الغاز ماشي مشكل. المهم كيكون ناقص ما كيكونش مجهد. كيطيبوا كنخرجوهم كنخليهم حتى كيبردوا كنقدموهم. بغيتوهم سخان بغيتوهم حتى يبردوا. المهم كيجيو رطبين وهشاشين في الفم. كتاكلوهم كيذوبوا ما كتحسوش كما قلت لكم كاع بانهم مصوبين من الطحين ولا من العجينه ولا. شفتوا كيفاش كيجي اللون ديالهم؟ غير مازال راه ما قدمتهمش بطريقه زوينه. انا كنت عيانه صافي غير كملتهم وصورت بانه راه ساليتهم وصافي. شفتوا كي كيجيو البنات؟ انا راه كانوا باقيين سخان، ولكن كنحاول ما امكن نوريكم كيفاش كيجيو رقيقين في السمك ديال العجينه ما كتبانش. وبهذاك الدلاك تيخلي لها وجهها كما قلت لكم مقاد. المهم جربوهم غادي يعجبوكم. وشاطت ليا واحد شويه د العجينه منهم قلبتها مسيمنات حتى هي شاركتها معكم في الروتين. هذا المهم هذا الفلوق هذا جمعت فيه بزاف ديال الروتينات، درت فيه مليويات صغيورين شاطوا عليا من العجينه ديال داك ديال الميني باغيت ديالي. وديجا راه شاركت معكم العجينه في الفيديو الاول. دابا نخلي لكم الفيديو نخلي لكم الفيديو اللي كنت صايبتهم فيه باش اللي بغى يشوف الطريقه ديال العجينه. كتجي حتى هي هشيشه وزوينه وبلا تدلاك بلا حتى شي حاجه. كما قلت لكم خليكم حتى الاخر الفيديو تشوفوا اللي كيبيع هاد الموكيطات والزرابي وداكشي اللي خرج دابا اللي ولاو طوندونس. غنديكم معايا نضرب بكم دويره. وهذا ما كان. وكنتمنى تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وشجعوني. واخا كنغبر عليكم بزاف انا عارفه كنغبر ماشي غير شويه، ولكن كتكون ظروف زعما اقوى مني ماشي الخاطري. وإلا عجبتكم كما قلت لكم لا فيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وديروا اشتراك في القناه وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم مع عائلتكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تزيد ان شاء الله تكبر القناه. وتهلاو في راسكم. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.